زيد ابن الخطاب ابن نفيل هو أحد الصحابة البارزين في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأخ الأكبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان زيد يتميز بالجرأة والإيمان الراسخ، ولم يكن يخشى في الله لومة لائم. في بداية الأمر لم يكن زيد يعرف كيفية الوصول إلى الحقيقة، فكان يبحث عن الطريق الصحيح بكل جهد. دخل زيد الإسلام في مقتبل حياته، وعندما أسلم كان إسلامه صادقا وعبادته نابعة من القلب وليس من المظاهر. وكانت الأخوة بين زيد وعمر قوية جدا، ومع إسلامهما اشتدت أكثر. أحب عمر زيد حبا كثيرا، وكان زيد يظهر حبه لأخوه سيدنا عمر ابن الخطاب. وفي بداية الإسلام واجه المسلمون العذاب والأذى من قريش، وظهر زيد في مقاومته وصموده يدافع عن دينه دون خوف. وعرف زيد بشجاعته الفائقة، وكان من الذين شهدوا غزوة بدر وغزوة أحد والغزوات الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل مكان وفي كل معركة كان يظهر إيمانه القوي بالله، مما جعله من الصحابة الذين يضرب بهم مثل في الإخلاص. وجاء يوم معركة اليمامة، وذهب زيد إلى اليمامة ليقاتل تحت راية الإسلام. وكان ذلك حين ارتدت بعض القبائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقاتل بكل بسالة وشجاعة حتى نال الشهادة ليصبح أحد شهداء معركة اليمامة. وفي نهاية الأمر يا جماعة عايز أقول إن قصة زيد بن الخطاب تعتبر ركيزة في تاريخ الإسلام، حيث يجد فيها المسلمون مثالا للثبات على الحق والإيمان، وإنها لقصة صحابي قاتل وأخلص حتى النفس الأخير وفاء لدينه ولمبادئه. في النهاية كان زيد مثالا يقتضى به لكل من يبحث عن التمسك بالإسلام رغم الصعوبات والتحديات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.